Terre de l'humanité, toi qui nous as réunis, une question est posée dans le regard des plus petits. Terre de l'humanité, toi qui nous as réunis, une question est posée dans le regard des plus petits. Où est passé notre rêve? Où est passée l'harmonie? Où est passé notre rêve? Où est passée l'harmonie? عودي بالحمام عودي بالوئام عودي بالحمام عودي بالوئام يا أرض الإخاء أرض السلام عودي بالحمام واخمد الحروب وارفعي الظلام نجمة في الدروب عودي بالحمام واخمد الحروب وارفعي الظلام نجمة في الدروب عودي بالحمام عودي بالوئام عودي بالحمام عودي بالوئام يا أرض الإخاء أرض السلام التلفزة التونسية علامة هامة في حياة أغلب الحضور اللي موجودين فيه. فيهم اللي بدا، فيهم اللي تكون، فيهم اللي مثل محطة من جملة محطات أخرى. لكن الأكيد وأنه سواء لقى فيها الدعم والتشجيع ولقى فيها مصاعب وعراقيل، فأن الظروف هذه الكل مهما تنوعت واختلفت كانت دافع وحافز باش الإنسان ينجح ويثبت ذاته. نحب نهني تلفزة تونسية بعد ميلادها ال50. نهني تلفزة تونسية في عيدها ال50. نحب نقول إن شاء الله كل عام وتلفزتنا الوطنية بألف ألف خير. إن شاء الله التلفزة الوطنية كل عام وهي أحسن. قدم تحية لزملائي اللي خدمت معاهم الكل. كل عام ونحن حيين بخير، كل عام ونحن ملمومين في الخير. فكرة ليفينمون إقامة لما لولادة التلفزة التونسية بمناسبة ال50 هي من الأول جات غريبة، الحقيقة من الأول جات غريبة شوية كيفاش تقدر تلم الشتات بين ظفرين تاع ولاد التلفزة. فرحانة برشا اللي تلميت مع ناس فيهم اللي فما مينيموم ممكن منهم 3 سنين 4 سنين ما شفتهمش. المناسبة هذه الحلوة تلمينا الناس كل كده لنا أحلاها لما. فرحانة برشا باللمة هذه الحلوة، فرحانة برشا بانتمائي التلفزة التونسية. شرف كبير ياسر للناس اللي مروا بالمؤسسة هذه وتعلموا منها الكثير. تعلمنا أبجديات الخدمة الكل في التلفزة الوطنية وتعلمنا كيفاش نخدموا باحترافية وتعلمنا برشا من العباد اللي كانوا موجودين غاديكا وبالطبيعة الأجيال الجاية باش تتعلم من الموجودين غادي. مجموعة كبيرة من الزملاء اللي تكونا معهم وكذلك من الفنيين اللي اشتغلنا بالإمكانيات اللي كانت متوفرة واللي ربما مكنتنا من أن نكون أنفسنا إلى جانب التكوين الأكاديمي تكوين صحيح. هي اللي ورتنا شو معناه الإعلام، هي اللي ورتنا شو معناه الميدان السمعي البصري. هي المدرسة اللي علمتنا باش خلتنا وصلنا هون. كل من مر من المؤسسة مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية يقدر قيمة هذه المؤسسة في تكوين الجيل الإعلامي اللي حاليا يمثل الإعلام التونسي، يمثل البلاد سواء في تونس أو خارج تونس. احنا الإعلاميين في الخارج عمرنا ما ننساو فضل المؤسسة العريقة في تكويننا، واللي احنا اليوم إذا كان لقيتونا في أي قنوات عربية وحتى عالمية فاحنا بفضل تكويننا فيها المؤسسة هذه. واحد تو يخدم في ظروف سهلة كما توا يتفكر أنه الظروف الصعيبة هي اللي تخليه يبدع أكثر ويستنبط أفكار أكثر ويخدم مخه أكثر باش يقدم منتوج يعني محترم بأقل إمكانيات. التلفزة هي اللي رافقت وعينا منذ طفولتنا وفتحتنا على العالم من خلالها هي كنا نشوفوا الدنيا. بالنسبة لي أنا التلفزة ذكرني بصغري، ذكرني الغرام، معناها غرامنا بالبيزاج ميدياتيك ودخولنا للعالم هذا كان درجة كبيرة فضل كبير للتلفزة الوطنية. والإعلاميين اللي توا قاعدين ينجحوا في التلفزة الخاصة جلهم كونوهم الإطارات التلفزة التونسية. نعرفوا اللي حنا باعل ونسمة وغيرهم من التلفزة الخاصة
تبعثوا للوجود بفضل كفاءات خدمت في التلفزة التونسية. في الآخر تقع التلفزة مدرسة. تلفزة تعز علينا برشا وتلفزة نحبوها برشا ونغيروا عليها. ان شاء الله المستقبل يكون احسن واحلى وجيسبر نشوفوها في احسن، تكون احسن التلفز وان شاء الله تبقى ديما الدار الكبيره. مؤسسه ذي ذاكره البلاد ومسؤوليه الناس الكل المحافظه عليها، ان شاء الله تحس بروحها والناس يخدموا فيها يحسوا بها. اليوم نتمناو للتلفزة المزيد من النجاح والتألق، نتمناو أن تظل تلعب دور مهم في حياة التونسيين وما تفرطش في تاريخها أمام زحمة القنوات الخاصة. ونعتقد أن مناسبة الاحتفال بالخمسينية تنجم تكون مناسبة لوقفة تأمل من أجل تصور أجمل لغد التلفزيون العمومي في تونس.